حالة إحباط وغضب كبيرة بين جماهير الأهلي بسبب التعادل أمام البنك الأهلي وفقدان نقطتين مهمتين في صراع المنافسة على لقب الدوري. انتقادات واسعة طالت عددا من لاعبي الأهلي، أبرزهم أحمد عيد ومحمد الشناوي ومحمد علي بن رمضان، إلى جانب اعتراضات على التحكيم بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لمروان عثمان. خبراء تحكيم منهم محمد صلاح عبد الفتاح ومحمد الصباح أكدوا أن لعبة مروان عثمان كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي. انتقادات للوافد الجديد كامويش بعد إهداره فرصة مهمة، مع تأكيد بعض الآراء أن الحكم على اللاعب ما زال مبكرا. انتقادات قوية للمدير الفني بسبب كثرة التغييرات في الدفاع وخط الوسط، والتي منحت البنك الأهلي أفضلية واضحة في الشوط الأول. أحمد عيد يغيب عن مباراة الإسماعيلي القادمة بسبب حصوله على الإنذار الثالث. رئيس نادي البنك الأهلي أشاد بلاعبيه بعد التعادل، مؤكدا أن فريقه كان قريبا من الفوز، وأن النقطة أمام الأهلي نتيجة مرضية. مصطفى شلبي أصبح محل إشادة جماهير الزمالك بعد تسجيله هدفا في مرمى الأهلي. مواقع الإحصائيات اختارت تريزيجيه أفضل لاعب في المباراة رغم منح الجائزة الرسمية لمصطفى شلبي. حالة رضا داخل الأهلي عن الروح القتالية التي أظهرها تريزيجيه ومحاولاته المستمرة لإنقاذ المباراة. أحمد سيد زيزو يعاني من شد في العضلة الخلفية ويخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه. رئيس لجنة الحكام طالب الحكام بالتشدد في التعامل مع اعتراضات الأجهزة الفنية خلال مباريات الدوري. وكيل إمام عاشور أكد امتلاك اللاعب عرضا من أحد أندية المقدمة في الدوري الفرنسي، مع رفض الأهلي مناقشة العرض حتى الآن. الأهلي يفاوض المهاجم السيراليوني سامويل جاندي لضم تحت السن. الأهلي وافق على انتقال أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي مقابل 220 ألف دولار، مع وضع بنود تمنح أحقية إعادة شراء اللاعب ونسبة من إعادة بيعه. إنبي أعلن إعارة مصطفى شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي. الزمالك يخطط للتعاقد مع غنام محمد لتعويض رحيل نبيل عماد دونجا. إبراهيم المنيسي انتقد بشدة أداء الأهلي، مؤكدا أن الفريق يعاني دفاعيا خاصة في الكرات الثابتة بعد استقبال 15 هدفا في 14 مباراة، مع تحميل اللاعبين مسؤولية الأخطاء المتكررة. المنيسي انتقد اختيارات المدير الفني، خاصة الدفع بأحمد عيد وإشراك كوكا في مركز الظهير الأيسر رغم عدم اقتناعه بقدراته الهجومية في هذا المركز. شريف الخشاب يرى أن التدوير بين الشناوي ومصطفى شوبير يضر باستقرار الفريق ويؤكد ضرورة تثبيت الحارس الأساسي. محمود أبو الدهب حمل أحمد عيد ومحمد الشناوي مسؤولية هدف البنك الأهلي، مشيرا إلى أن كثرة التغييرات أثرت سلبا على أداء الفريق. حازم إمام انتقد أداء محمد علي بن رمضان وعدم التزامه دفاعيا، مؤكدا أن اللاعبين استسهلوا المباراة، مع الإشادة بتريزيجيه باعتباره الأكثر جدية في اللقاء. ياستروب أعرب عن إحباطه من فقدان نقطتين جديدتين واستقبال هدف من كرة ثابتة، مشيرا إلى صعوبة مواجهة الفرق المنظمة والحاجة لعلاج المشاكل الهجومية. المدير الفني أشاد بأداء تريزيجيه وروحه القتالية رغم الإجهاد، مؤكدا رضاه عن مستواه خلال المباراة. ياستروب أوضح أن ضغط المباريات يجبره على إجراء تغييرات مستمرة، مشيرا إلى أن العناصر الجديدة تحتاج وقتا للانسجام. المدير الفني أكد أن يوسف بلعمري لم يكن جاهزا بدنيا بسبب غيابه الطويل عن المباريات، مع تأكيد وجود منافسة قوية في مركز الظهير الأيسر. علاء ميهوب أكد أن كامويش كان قادرا على حسم المباراة لو استغل الفرصة التي صنعها له تريزيجيه، مع تحفظه على الأداء الدفاعي للفريق. ميهوب شدد على ضرورة معالجة المساحات الدفاعية سريعا قبل المباريات القادمة. أيمن الرمادي أكد أن فريقه استغل إجهاد الأهلي ونجح في تنفيذ خطة تدريبية سجل منها الهدف، مشيرا بإدارة ياستروب للمباراة رغم ضغط الأهلي في الشوط الثاني.